ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هتكلم معاكم عن حاجه مختلفه جدا، هتفيدكم جدا لو عايزين تطولوا شعركم. والحاجات دي ملهاش علاقه باي حاجه انت بتحطيها، يعني اي برودكت انت بتستعمليه لشعرك. لو عايزين يعني تعرفوا تستخدموا ايه، دي ممكن نعملها في فيديو تاني، بس دي خطوه اساسيه ومهمه جدا كتير مننا ما يعرفهاش. عشان تطولي شعرك بطريقة أسرع ويبقى شعرك صحي. ايه بقى الحاجات اللي انا جايباها وبتكلم عليها دي؟ هي يعني طريقة مساج مختلفة. كل واحدة فيهم بتستخدميها في وقت مختلف وبطريقة مختلفة لمساج للشعر. قبل ما تستخدمي اي حاجة على شعرك بتعملي ستيبس كده بتخلي شعرك يطول بطريقة كويسة. اول حاجة هكلمكم عنها هي دي. دي هي زي ما انتوا شايفين كده سيليكون. بتستخدميها وانتي بتاخدي شاور، بتحطي عليها الشامبو وبتبتدي تعملي زي مساج كده لشعرك وانتي بطريقة دائرية وانتي بتاخدي الشاور بتاعك او انتي بتغسلي شعرك يعني عادي. دي برضو بتساعد ان الدورة الدموية يعني تتنشط في الشعر في فترة الشاور. ودي انا كنت جايباها من شيري اند باري، هي عجبتني جدا الماتيريال بتاعتها وحبيتها جدا. وممكن تستعمليها وشعرك ناشف وانتي مثلا هتحطي حمام زيت في الاول عادي، ممكن تستخدميها قبليها عادي، بس هي يعني بتبقى احلى في وقت الشاور. اوريكم بقى التانيين تستخدموهم امتى وازاي برضو. دي بتستخدميها بالطريقة دي كده، زي طريقة يعني دائرية على يعني جزء من الشعر بتمشي بيها بالراحة وكده. طبعا مش بتدوسي جامد وكده، هو بطريقة بسيطة وهادية جدا علشان برضو ما تبقيش بتستخدمي حاجة يعني جامدة على شعرك. تاني حاجة بقى وهي دي، مش عارفة انتوا شايفينها كويس ولا لأ، بس دي بتستخدميها طبعا شعرك بيبقى كده وبتبتدي يعني انا مش عارفة اوريها لكم، هي بتوسع يعني بتوسع على الشعر نفسه على الدماغ وبتعمل مساج. بتفضلي تعملي المساج كده يعني على شعرك من فوق من ورا، يعني دي بتتفتح على آه، الدماغ كلها، بتفضلي راحة جاية بالراحة. بتعمل مساج حلو جدا. آه، بس طبعا انتوا شايفينها خفيفة ازاي وناعمة عشان تستخدميها ما تبقاش برضو بتوجعلك دماغك او بتبقى ناشفة على الدماغ. هي حاجة بسيطة وهادية جدا، بس فبتستخدميها بالطريقة اللي انا بقولك عليها دي، وبتستخدميها قبل ما تحطي مثلا حمام الزيت قبل ما تاخدي شاور، او عايزة تعملي حمام زيت عامة في اي وقت. بتعملي مثلا مساج بيها مثلا 5 دقايق، وبعد كده بتبتدي تحطي الزيت او يعني الحاجة اللي انت عايزة تسيبيها على شعرك شوية، وبعد كده بتبتدي تغسلي شعرك. او ممكن كمان لو انت قاعدة عادي بالليل او الصبح او في اي وقت يعني فاضية، فعايزة تعملي شوية مساج كده تنشطي الدورة الدموية في شعرك، فممكن برضو تستخدميها في اي وقت. بس طبعا يا جماعة الحاجات دي بتستخدميها مثلا مرة في اليوم او مرتين لو هتاخدي شاور كل مثلا اسبوع يومين. فبرضو كل حاجة بنستخدمها يعني بالراحة، مش دايما الحاجة الكويسة فنستخدمها كتير كتير فتعمل لنا نتيجة عكسية، عكس ما احنا عايزين نستفاد بيها فهي تضرنا. فطبعا دي حاجة مش هتبقى كويسة وهتديكوا افكت مش كويس خالص. تالت حاجة دي بقى زي ما انتوا شايفين كده برضو دي مساج المكان ده، زي رول كده بيمشي في الشعر. دي حلوة برضو جدا، بتمسكي جزء في الشعر وبتبتدي تمشي كده كده زي ما انتوا شايفين. والحاجات دي بتمنع الكهرباء الزايدة اللي بتبقى في الدماغ.
بس يا جماعة انا عايزاكم تعرفوا ان المساج بيتعمل مثلا يومين في الاسبوع. انتي بتبقي عارفة ان اليومين دول انتي فاضية فيهم، او اليومين اللي انتي بتاخدي فيهم شاور او بتغسلي شعرك فيهم، دول بس اللي بتعملي فيهم مساج. الحاجات التانية اللي هي زي دي وزي دي ممكن تعمليها قبل النوم، بس طبعا مش مدة طويلة، حاجة بسيطة. هي حلوة جدا ان انتي تساعدي ان الدورة الدموية يعني تمشي في فروة الراس، و مع طبعا البرودكت اللي انتي بتستخدميها للشعر، الزيوت، الحمام، الكريم، الشامبو، حسب البرودكت طبعا. انت لو مهتميه ان انت تهتمي بشعرك فاكيد هتبقي بتجيبي حاجات كويسه جدا. وزي ما انا قلت لكم، انتوا لو عايزين تعرفوا حاجات مثلا ايه تستخدموه لشعركم علشان يطولوا ويكثفوا او ما يبقاش فيه تقصف وكده، او تعتني بشعرك ازاي عامة، انا ممكن بعد كده اعمل لكم فيديوهات، بس دي لو انتوا طلبتوها. طبعا انا دلوقتي بعمل عن الاجهزة، برضو هتكلم عن اجهزة البيت وهتكلم عن حاجات كتير لسه الفترة الجاية. بس حابة بس اخلص يعني الحاجات بتاعة الشعر والجسم والحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، وبعد كده نخش على حاجات تانية جديدة للعرايس وللبيت وكده، ونستفاد مع بعض بكل حاجة أنا بجربها وافدكم بتجربتي معاها. يا جماعة الحاجات دي مش غالية خالص، هتلاقوا أسعارهم يعني مش غالية خالص. دي أنا هي كانت أغلى واحدة فيهم، لأن أنا كنت بلاقي دول في حاجات تانية زيها بلاستيك. فطبعا البلاستيك يعني مش بيبقى حلو للشعر زي السيليكون. فممكن تلاقي منها برضو بأسعار كويسة، ما تكونش يعني ما تكونش بلاستيك، ممكن تلاقيها سيليكون في أماكن كويسة بأسعار أقل. ما أنا جبت دي، أنا مش عارفة دي دلوقتي سعرها كام، بس أنا كنت جايباها ب200 وحاجة، ودول أسعارهم رخيصة جدا، هتلاقيهم ب15 ب10 يعني بأسعار رخيصة جدا، أو ب12 مش فاكرة يعني، بس أسعارهم مش غالية. فحلوين جدا ان انتي تبقي عندك حاجات تعملي بيها مساج لشعرك سريع كده، وتساعدي شعرك ان هو يطول ويبقى صحي يعني اكتر. وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. سلام.